السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده كده ان شاء الله جاي لكم بيوم جديد وفيديو جديد سهل وبسيط كده. نعمل النهارده ايه كده؟ اكله سهله وبسيطه، وهنعمل جنبها كام طبق كده صغيرين حلوين كده برضو جنب الاكله بتاعتنا. وهنعمل نوعين عصير وخلاص على كده نعمل ورده من عند ربنا. اكلتنا النهارده بقى هنعمل بقى شيش بتتبيله حلوه. الكيس ده بتاع التتبيله دوت انا جايباه من عند العطار، عايزه تستغنى عنه هقول لك على التوابل دلوقتي اللي تحطيها. ومعايا كده توابل تانية. التوابل بتاعتي اللي حطيتها معاكم فلفل اسمر، بابريكا، كمون، كركم، وحبه ملح، ومعلقه زبادي او علبه زبادي وبس، ومعلقه كده كبيره من دبس الرمان، ومعلقه كده صغيره من الايه الصويا صوص الغامق، وحبه خل وحبه زيت. وخلاص على كده. انت عايز تستغنى عن كيس التتبيله دوت اللي انا كنت شارياه؟ هقول لك التتبيله تحطها في البيت عندك. تحطي بصل باودر، توم باودر، حبه كمون، حبه كزبره، حبه فلفل اسمر، بابريكا، 7 بهارات، وسنه قرفه صغيره مع عصره ليمونه وحبه خل وحبه زيت والزبادي. بس كده. هقلب بقى التتبيله بتاعتي اللي انا حطيتها في الاول دي معاكم، هقلبها كده كويس جدا. وبعد كده انا معايا هنا اوراق كنت مقطعاها، خليها مقطعاها وانا كنت متبلاها اصلا قبل ما اشيلها في الفريزر. ومعايا برضو صدور كنت مقطعاها. فحطيت الصدور على الاوراق كده، وهبدا ايه انزل بيهم في التتبيله بتاعتي، وهقلبهم واسيبهم ايه يعني بتاع شويه كده حلوين في التتبيله. لو انت بقى تبلت التتبيله دي قبلها بيوم بتبقى جميله قوي. انا هنا كنت سبتها ايه بتاع ساعه ونص كده. هجيب بقى الصينيه بتاعتي واحط كده فيها ورق ليمونيا، وهبدا بقى ايه انا هنا هسويها في الفرن، مش هسويها على البوتاجاز على فكره. تسويه الفرن بتبقى حلوه، مش هخليها اوريها لك دلوقتي لان ناشفه معايا ولا اي حاجه. وهنا اللي هي الاسياخ ديت بتاعت الشيش، انا كنت بلاها شويه في الميه عشان ما تتحرقش معايا، لان انا هدخلها الفرن زي ما قلت لكم. ومعايا هنا فلفل الوان وفلفل اخضر، ما معيش بصل ولا اي حاجه لان البصل اللي عندنا بيرموه ما بيرضوش ياكلوه. بس هبدا زي ما انتم شايفين كده، اجيب اللي هي العصايه بتاعت الشيش دي، واحط واحده فلفل، وحبه بقى مثلا ايه او واحده مثلا من اللي هي الشيش الفراخ او الاوراق، وبعد كده فلفل تاني. هبدا برضه اشكل كده شويه، وبعد كده ارصهم في الصينيه بتاعتي دي، واحطهم ادخلهم الفرن بقى على درجه حراره 180. بس هنا انا كنت حاطه معاهم طماطم وتوم وفلفل رومي وفلفل اللي هو الحامي ده وبصل. هاخد الحاجات دي بقى لما تتشوي، اللي هو البصل والثوم والفلفل دوت والطماطم، هعمل بهم تتبيله دلوقتي جميله. معانا هنا كده بقى دخلنا تاني. انا كده قلت لكم حطيتهم في الفرن على درجه حراره 180 وغطيتهم من فوق، وهسيبهم كده ايه براحتهم. معايا هنا بقى بتنجانه رومي، شويها زي ما انتم ما شايفين كده. انا بحب اشويها على البوتاجاز من فوق، في ناس بتحب تشويها في قلب الفرن، بس انا بحس ان البوتاجاز من فوق بيخلي طعمها احلى عن الفرن. هقشرها كده معاكم زي ما انتم ما شايفين. وبعد كده بقى ايه هوريكم التتبيله اللي انا هعملها بيها دلوقتي. هقشر التانية دي وبعدين ارجع لكم. التتبيله بقى بتاعتنا ايه؟ معايا فلفل حامي، ومعايا فلفل احمر، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا توم. دقيتهم كده او فرمتهم في الكبه بحبه خل وحبه وسنه ليمون وحبه ملح، وحطيت عليهم كمون وفلفل اسمر وكزبره، وحطيت عليهم ايه حبه نعناع ناشف. بس كده. بعد ما دقيتهم بقى نزلت بيهم على البتنجان بتاعي، ونزلت بحبه طحينه، وهنزل بعلبه زبادي وحبه زيت، وهقلبهم بقى ببعضهم. هنا الزيت بقى يا جماعه قصدي الزبادي بيبقى طعمه حلو قوي مع على البتنجان ده. اولا لان انا حاطه توم، فعشان ما يديناش برضو ايه التوم ما يعملناش حرقان. فانا هنا بحط زبادي. الزبادي كمان بيديله كده طعم جميل وما بيعملش حرقان وبيضيع ريحه التوم قوي فيه، ما بيخليهاش ايه تبقى عامله كده. بس هنا كده نزلت بحبه زيت زي ما انتم شايفين. وبعد كده ايه هقلبهم كويس جدا واشيلهم بقى في التلاجة لغايه بقى ما يجي ايه ميعاد الفطار بتاعنا وايه، وهبدا احطهم. وبعد كده بقى ايه هجيب بقى ايه اعمل حبه رز صغيرين، مش هعمل رز كتير. هنزل بقى كده زي ما انتم ما شايفين بورق لوري وعود قرفه خشب وحبهان اتنين عود قرنفل ولومي، ليمونه لومي، ومكعب مرق دجاج كده، وهقلبهم ايه كويس مع بعضهم. اول ما احس ان ريحتهم طلعت كده هجيب بقى الرز بتاعي. انا عامله اقل من نص كيلو رز. انا سايباه منقوع بتاع ربع ساعه كده في قلب الميه. وبعد كده بقى هنزل بقى ايه عليه في قلب الحاجات في قلب الحله، بس اشوحهم كده شويه. وبعد كده ايه عندك بقى انت كركم كاري، عندك اللي هي بودره الزعفران دي اللي انت عندك حطيه. انا ما كانش عندي هنا الا كركم
فرحت حطيته كده وهسيبه كده يتشوح شويه، وبعد كده بقى ايه هنزل عليه بالميه. مش هحط له ميه كتير لان زي ما قلت لكم انا كنت ايه بليه. لو انت مش عايزه تبليه هو بيزودي له مثلا ايه عن الرز العادي بتاعنا شويه، حبه ميه صغيرين. انما انا هنا هحط له عادي زيه زي الرز بتاعنا العادي اللي هو المصري، فمش هحط له ميه كتير عشان ايه انا كنت بليه. بس كده. هنا الرز بتاعي بقى كان خلاص بقى اتشرب، وطيت عليه وكان استوى بقى، وهبدا بقى ايه اغرفه في الاطباق بتاعتي كده. كنا جهزنا بقى الاكل بتاعنا، وكنت عملت بقى ايه تمر هندي، وكنت عملت عصير برتقال. وهوريكم بقى اللي هي الحاجات اللي فاكرين التوم اللي انا قلت لكم والبصل والطماطم اللي انا قلت لكم حطيتهم مع الشيش عشان يتشووا. الحاجات دي بقى اروح اضربها بقى في الكبه مع حبه فلفل اسمر وحبه كمون وحبه كزبره وحبه ملح صغيرين، ونحط عليها حبه خضره من فوق. عايزه اقول لكم التتبيله دي كانت طعمها جميل كده، كنا بناخد منها ونحط على الرز، كانت ما شاء الله عليها والله، كان طعمها مسكر اصلا، تتاكل بالعيش كده لوحدها. بس بقى وده كان شكل اكلنا النهارده. على فكره انا ما شغلتش عليه الشوايه ولا اي حاجه، هو خد لون منه لنفسه في الفرن. لا شغلت الشوايه ولا اي حاجه. لو وصلت لغايه هنا بقى لسه بتتفرجي عليا، ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. بحبكم في الله. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.